نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم، برنامج ساعة شباب، الذي يسلط الضوء على أغلب المواضيع التي تهم الشباب الإريتري والشباب المسلم. باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين، نرحب بزميلي وصديقي الذي يصحبني في التقديم، أبو صقر أنس بيان. حياك الله يا أبو صقر. حياك الله عبد الرحمن، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج ساعة شباب. نذكر بطريقة المشاركة في هذا البرنامج. يمكنكم المشاركة والاتصال عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ونرحب بأي اتصال وبأي مشاركة، خصوصا الآن مع الأجواء في كأس العالم وفوز السعودية قبل قليل. نرحب بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله. نعم، أنا شخصيا وردتني يا أبو صقر 3 طلبات اتصالات إن شاء الله ننتظرها اليوم في الحلقة، وأيضا 3 تبريكات وتهاني. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نستبق الأحداث، ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة، وجلسة سمر. طيب، جلسة سمر عبد الرحمن، موضوعنا لهذا اليوم. طبعا أنت زي ما تعرف الاختبارات على الأبواب. نعم. ويعني في بعض البلدان في السعودية انتهت المرحلة الجامعية من الاختبارات. نعم. بدأوا الآن طلاب المدارس، يعني أتوقع هذا الأسبوع أسبوع اختبارات عندهم. وفي بلاد أخرى تركيا وبريطانيا وما إلى ذلك، الأسابيع القادمة ستبدأ مرحلة الاختبارات، الميد تيرم وما إلى شابه ذلك. طيب عبد الرحمن، أنا عندي كم سؤال يخص الشباب في موضوع الاختبارات وطريقة يعني أنك تسيطر على الوقت وتجمع مثلا ما بين العمل والدراسة والاختبارات، كيف ترتب وقتك وما إلى ذلك. خليني أسألك سؤال عبد الرحمن. نعم. هذا شاب يقول لك مثلا: يا عبد الرحمن، كنا كنت الآن ما شاء الله طالب جامعي، كيف ممكن أني أنا أستعد للاختبارات على المدى البعيد؟ يقول لك: والله أنا ما ودي إني أحشر نفسي قبل ما يبدأ الاختبار بأسبوع أسبوعين أبدأ أذاكر، لا، أبغى أرتب الأمور بحيث إني أنا ألقى متسع من الوقت، إذا جاء الاختبار باقي عليه أسبوع أكون أنا جاهز. اللهم الأسبوع هذا يكون إيش؟ يكون أسبوع مراجعة. نعم. فإيش وجهة نظرك في القضية؟ والله يا أنس، هذه النقطة تحديدا، أولا هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا، خصوصا في هذه الفترة، كون يعني أغلب البلدان سواء العربية أو المغتربين في البلاد الأجنبية يعيشون فترة اختبارات. طيب، كيف استعد للاختبارات على المدى البعيد؟ هذه تعتمد على الطالب يعني وشخصية الطالب ويعني استيعابه لقدراته الشخصية. فبعض الشباب ممكن أنه يقول: أنا والله يا أخي قدراتي الشخصية، ولكن لا، يبد أن يكون الشاب صادق مع نفسه، يعني صريح مع نفسه. إذا ما يجينا والله واحد يقول: والله أنا قدراتي أقدر يعني أدرس قبل اختباره بيوم، وهو يعني شهادتها مليئة باللون الأحمر كلها، يعني اف يعني الله المستعان، ما ينفع. نعم. لازم الواحد يعني يختبر قدراته الحقيقية، وبناء عليها يعني يخطط على المدى البعيد. ولا بد، كما ذكرنا، أن يكون صادق مع نفسه، فلا بد أن يضع خطة. الخطة هذه لا محالة واجبة عليك أيها الطالب. يعني وأنا أقترح أنه تكون في الجانب السليم زي ما يقولون، وأنك أنت تذاكر كل محاضرة يعني بوقتها. يعني اليوم أخذت محاضرة، ترجع البيت تذاكرها، تحاول تفهمها، وصلى الله عليك. أنا أعتقد إذا
خطط الطالب وقتها وعلى هذا الاساس انا اعتقد انه لن يواجه اي مشاكل في اي ماده، الا بعض المواد الاستثنائيه ممكن تحتاج الى وقت اضافي وبحث وما الى ذلك، وبعض الناس او بعض الشباب يدرسون في جامعات صعبه فهؤلاء امورهم خاصه واستثنائيه، ولكن بشكل عام اعتقد لو ذاكرت كل اختبار او كل ماده او كل يوم بيومه اعتقد لن تواجه اي مشاكل في الاختبارات. طيب تحدثنا عن المدى البعيد او صغير. طيب كيف يعني للاسف انه شديد انه بعض الشباب يواجه مشاكل ايضا على صعيد انه يكون الاختبارات باقي عليها وقت قصير جدا، مثلا يقول لك باقي على الاختبار يومين 3 ايام، ما عارف يسوي، متوتر. فرضا لا قدر الله قلنا هذا الشاب ما ذاكر على المدى البعيد وما خطط وجاه الاختبار وقال يا اخي انا والله يا صقر انا متورط في اختباري بعد بكره او بكره اختباري، وش اسوي؟ وعندي منهج كامل ما جيته ولا فتحته. وش وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ والله شوف، هذا الامر ناتج على عدم ترتيب، يعني هذا الامر استنادا على الحلقه الماضيه اللي هو ترتيب الاولويات. صحيح. فتلقى انك انت داخل مثلا السمستر بادي مثلا من 4 إلى 6 أسابيع، جاي الان على اخر اسبوع قاعد تحشر عمرك انك تخلص مثلا السلايد فيه مثلا 30 إلى 40 صفحه، فما يصلح انك انت توقف الاولويات في الدراسه وتقدمها مثلا على المرح والطلعه والجلسه مع الاصحاب ومدري زي كذا. فهذه الامور لو يتداركها الانسان يعني مبكرا نعم بيصير خلاص، يعني هو يرتب الامور على الاولويات. انا مثلا والله عندي مثلا مثلا خلينا نقول مثلا عندي الفيزياء مثلا، والله يا اخي انا مثلا الطالب اواجه مشكله في الفيزياء افتراضا الماده دي، عارف مثلا انت تستطلع من بدايه السمستر انها ايش دسمه وفيها السلايد فيه يعني اكثر من مثلا نقول 100 صفحه. والله يا اخي الفيزياء انا صراحه تحس اني يعني ماني متمكن فيها زياده عن اللزوم، فتاخذ معي وقت اطول. هذه تبدا من بدايه السمستر تتابع تدون الملاحظات معك في دفتر، وانت تحاذ الملاحظه تسال تروح وتجي، بحيث اذا جاء اخر اسبوع اخر اسبوعين خلاص انت يصير عندك الملاحظات اصلا انت متابع كل درس وراه، فتدخل والله يا اخي كيت من باب انه ايش يعني وضع النقاط على الحروف. نعم. وخلاص وتمشي زي كذا ماشي. اما انك انت تيجي تحشر عمرك في 3-4 ايام يا عبد الرحمن، ثم يطلع باف ولا سي وبعدين يجي يقول لك والله يا اخي انا حاسس اني ما اديت هذا مقصر في الجامعه ولا مقصر في الجامعه. طب تراجع الامور من البدايه. وش الحل طيب؟ يعني وجهة نظرك انا انسان ما ذاكرت يا اخي من بدايه السمستر او من بدايه الفصل الدراسي، ايش الحل؟ باقي لي اختبار يوم من، هل في طريقه ممكن ان اتدارك ما فاتني؟ والله يا اخي كثف جهودك، يعني هذا اللي اقول لك. انا قد تخطئ قد تصيب، لكن انا اقول لك تكثف جهودك. يعني انت خلاص انت زي على قولتهم باللغه العاميه انت في الجك يعني. يعني انت تشوف انه ما في حل الا انك انت ترتب وضعك من تكثف جهودك. ويعني انا ما اخفيك سرا، انا ابو صقر لو صار معي الامر ذا نعم خلاص ببدا يعني اخذ الامور الاساسيه. صحيح. انا تاخذ الامور الاساسيه، واذا جاك ورقه القلم وهذا تبدا تكتب على تعبي عند الدكتور الورقه، ما في حل زي كذا. انا برضه اشوف هذا انه يعني مالك الا انك تشوف اساسيات الماده. طيب عندما نتحدث عن الاختبارات وعن الدراسه بشكل عام، نتحدث نحن بشكل اخر او بصوره اخرى عن اهميه اداره الوقت، وأن وقت الشاب في الجامعة هو مهم جدا وثمين. يعني أنا يعني يحزنني كثير من الشباب أنه يجد وقت فراغ كبير في حياته الجامعية، وعندما تطلع على يعني تحصيلها العلمي والدراسي أجده ضعيف. طيب يا أخي هذا الوقت الفراغ هو يقول لك والله أنا فاضي ما عندي شيء، الفترة دي أنا ما عندي شيء، أنا بس عندي 5 مواد بأحضر محاضرات واختبارات نهائية أحضرها وصلى الله وبارك، يعني نجحت ما نجحت ما تفرق معي. وتجد عنده وقت فراغ كبير، يسهر في الليل الساعات الطوال، يخرج، يعني ما عنده ترتيب ابدا للوقت. هذا الشاب هو نموذج للشاب الغير متمكن من دراسته. يعني ما ودنا نقول الشاب الفاشل في دراسته حتى يعني لا نحطم ولكن خلينا نقول الغير متمكن او النموذج الغير صالح. نعم. النموذج الغير صحي. بينما النموذج الصحي انا اعتقد انه لابد ان يكون عندك اداره للوقت لا محاله. اكيد. ايضا يعني زي ما قلت لك انا البعض يقعد يسهر في الليالي ويروح يجي ثم يزعل من مثلا محصوله العلمي. نعم. وانه انا ليش والله يا ابو تركي ما طلعت بهذه النتيجه، والله انا كنت متامل وما كنت متامل. طب السؤال هنا، هل انت اعطيت الدراسه حقها؟ ما اعطيت الدراسه حقها، فذاك ليش انت زعلان في الاخير من النتيجه؟
يعني انت لا ذاكرت ولا رتبت وقتك، وصاير يعني الوقت في فوضى. يعني اداره الوقت هي ما احنا مو ممكن نحصرها بس في الدراسه يا عبد الرحمن، احنا نحصرها في جميع الامور. لكن احنا حلقتنا تتكلم عن يعني الدراسه، فلذلك انت اذا ما ادرت الوقت في الدراسه النتائج بتكون سلبيه عليك. لازم انت تعطي وقت للعمل، وقت للدراسه، وقت مثلا لجلسه الاهل، وقت مثلا لجسمك النادي، نعم. وقت مثلا الجلوس مع الاصدقاء، السؤال عليهم. يعني انت ترتب اوقاتك، ما تتلخبط في نادي دراسه من تكيه من هنا، تتلخبط كذا ثم تقول والله ضاعت الامور. إيه، لكن الأولوية دائما الأمور جادة في حياتك. أكيد. كما ذكرت. نعم. عندك جسمك وعقلك وأهلك، هؤلاء الثلاثة خطوط حمراء لا غنى عنهم، ثم يأتون الأصدقاء والحبايب وما إلى ذلك. طيب، هنا في نقطة مهمة يا أبو صقر خلينا نتحدث عنها، ألا وهي أن الإنسان ليس محاسب على النتيجة، هو محاسب على العمل. أكيد. يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. نعم. لا بد أن يستحضر الشاب في ذهنه أنه لا بد له أن لا يحزن إن عمل واجتهد ودرس. يقول والله أنا درست المادة الفلانية، درست ساعات طوال وما جبت، فخلاص أنا ما راح أدرس باقي المواد. لا، أنت يا بني آدم محاسب فقط على العمل، وبالتالي العمل هو سوف يأتي بنتائج. أنا أتكلم على صعيد الحياة الدنيا. نعم. يعني أكيد إن شاء الله أنه رب عز وجل راح يعني يحاسبنا بالأجور العظيمة على عملنا الأخروي، ولكن أتكلم في الحياة الدنيا أنت محاسب على الاجتهاد وعلى على بذل العطاء والسعي وراء طلب العلم، وبالتالي الله عز وجل هو الذي يوفقك للنتائج الصحيحة والنتائج الجميلة التي يتمناها كل طالب. طيب، لعلنا يا أبو صقر نختم بهذا المحور البسيط حلقة جلسة سمر وفقرة جلسة سمر، وننتقل وإياكم أيها المشاهدون الكرام إلى فقرتنا القادمة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمنوا. حان الآن موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أسمرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نعتذر منكم أن لا يوجد اليوم حول العالم، سننتقل إلى سبورت لأن العالم كلها اليوم في السعودية. نعم مشاهدينا الكرام، حلقة استثنائية بالمناسبة الكبيرة التي سوف نتحدث عنها بالتأكيد بتفصيل بعد هذا الفاصل لفوز السعودية على منتخب الأرجنتين وإلى الفقرة المحببة إلى الجميع سبورت. ألف 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 مبروك لجميع الجماهير السعودية خاصة والجماهير العربية عامة بهذا الفوز المشرف وهذا الأداء التاريخي الكبير للمنتخب السعودي الذي يعني أظهر للعالم أداء غير مسبوق للأندية العربية. ذكرنا بأداء المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في التسعينات ضد بلجيكا وهدف سعيد العوارض التاريخي. اليوم التاريخ يكرر نفسه ليحصد المنتخب السعودي على أولى ثلاث نقاط أمام أمام منتخب الأرجنتين. هذا المنتخب الذي الكثير من المشجعين كانوا يقولون قبل هذه المباراة طبعا أنه المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم نظرا لأنها الفرصة الأخيرة ليونيل ميسي، إلا أن السعودية كان لها كلام آخر. أبو صقر، ألف مبروك كونك مشجع للمنتخب السعودي وكلنا مشجعون لكافة المنتخبات العربية، انتصار تاريخي. داني قبل أن نتحدث عن تفاصيل المباراة والتفاصيل التكتيكية وما إلى ذلك، حدثنا عن مشاعرك أبو صقر تجاه هذه المباراة. والله يا أخي أبارك للأمة العربية
والأمة السعودية. نعم. ألف ألف مبروك والله فوز المنتخب الغالي على القلوب، على قلوبنا جميعا. السعودية صراحة مباراة كانت غير متوقعة، ما أخفيك سرا جدا. كنت غير متوقع يعني البتة. يعني أنا كنت في تويتر أمس العالم كلها تقول ترسل صورة حارس الأرجنتين، يقولون هذا الحارس هذا حارس الأرجنتين إذا تبون تشوفونه. فكان الجميع يا عبد الرحمن يعني ما هو مستوعب أن السعودية ستفوز على الأرجنتين 2-1. ميسي موجود ودي ماريا ولعيبة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن من كل أنحاء العالم. لكن ابتدأ الشوط الأول سجل ليونيل ميسي الهدف الأول، ثم على بداية الشوط الثاني والله دخلوا. يعني حدثني عن هدف الأول، ثم حدثني عن هدف سالم الدوسري الجميل جميل جدا، سحب في 2 وحطها في الزاوية هناك. يا الله كانت يعني المشاعر جياشة في الهدف الثاني جدا، ما أخفيك سرا. جدا جدا يعني أنك تجد كل العرب وكل السعوديين على قلب السعوديين ما يحتاج، ولكن كل العرب تجدهم على قلب رجل واحد وعلى على منتخب واحد. هذا شيء يعني غير مسبوق، وكنا يعني نتمنى أنه تكون هذه المشاعر يعني لمنتخبنا القطري كونه هو اللي سوف يلعب الافتتاحية، ولكن المنتخب السعودي عوض ذلك تماما. أمام من؟ يعني الانتصار يكون له طعم عندما يكون غير متوقع تماما، ويكون الخصم لا يراك شيئا أبدا. المقابلات التي قبل المباراة يعني مع المشجعين الأرجنتينيين يعني يقولون ان هذه المباراة بالنسبة لنا تمرين، يعني المباراة هذه لا نعتبرها شيئا، هي هذه مجرد افتتاحية حتى نستعد للمباراة الصعبة سواء بولندا والمنتخب الثاني في المجموعة المكسيك وبولندا. هي المباراتين التي الأرجنتين كانوا متخوفين منها، ولكن أتت الضربة يعني من الخلف. طيب بعد أن تحدثنا عن المشاعر أبو صقر، دعني أحدثك عن ما هي نقطة تحول المباراة في نظرك؟ والله يا أخي أنا أتوقع الروح والعزيمة حضرت. يعني أنت لو شوف الشوط الأول يعني السعودية كانت لسه مو في جو المباراة. الشوط الثاني سبحان الله أنا ما أدري، يعني أنا ممكن يكون ولي العهد محمد سلمان كان متواجد ممكن في الملعب، رئيس قطر كان متواجد ورفع العلم وأعطاهم الدعم المعنوي، بس أنا ماني متأكد هل كان موجود. يعني جاهم دعم معنوي ما بين الشوطين عجيب يا رجل. نزلوا تقول يعني قاعد يلعبون نهائي كأس العالم يا رجل فعلا. نزلوا قلبوا المباراة، وبعدين يا فراس البركان أقول لك من نص الملعب شوت طلع الكورة وجرينتا كانت عالية يعني. اي فعلا. انا اعتقد خطاب المدرب للاعبين بين الشوطين كان انا لو المنتخب السعودي صور هذا الخطاب، إن كان هناك خطاب أصلا، وأنا متأكد أنه بيكون فيه خطاب يعني شديد اللهجة على اللاعبين أن يعني يسترجلوا ويعني يقدموا أفضل ما عندهم في الملعب. والمنتخب السعودي خيب ظنون المشككين، خلينا نقدر نقول يعني فاق التوقعات، ويعني هذا ما لم يكن في الحسبان. أنا أعتقد أنه كل جماهير السعودية كانوا يتمنون التعادل أمام الأرجنتين، وكان هذا يعتبر إنجاز وتعطيل للمنتخب الكبير، إلا أنه الغير متوقع حصل. ونقول ألف مبروك للمنتخب السعودي. طبعا أنا أعتقد هناك نقطة مهمة يعني تحسب للمدرب، كونه قارب بين الخطوط بشكل كبير جدا، وجازف مجازفة كبيرة بأنه لعب على مصيدة التسلل أمام منتخب الأرجنتين الذي فيه ثلاثي هجومي قوي جدا، يعتبر من أفضل 3 لاعبين على خط الهجوم على مستوى كأس العالم. عندنا دي ماريا، ميسي ومارتينيز، كلهم أساسيين في أندية كبيرة. يلعب أمام هذا الثلاثي بمصيدة التسلل، ويعني أنت لديك يعني صحيح أنه المنتخب السعودي يعني ليس بالمنتخب الضعيف جدا، ولكن أنت إمكانياتك محدودة، معليش يعني أنت تلعب علي البليهي، حسان تنبتكي، اللاعبين الآخرين أمام قامات صعب جدا، يعني الفوارق كبيرة جدا. إلا أنك تثق في لاعبينك ويعني تحملهم تكتيك صعب جدا، ألا هو تكتيك مصيدة التسلل. أنا أشوف بحد ذاته جرأة كبيرة من رينالدو، وكسب الرهان المدرب المنتخب السعودي. وبالمناسبة ال3 أهداف التي سجلها من المنتخب الأرجنتيني واحتسب التسلل، أنا أعتقد هي كانت نقطة تحول المباراة، عندما تسجل
ثم يلغى الهدف، ثم تسجل ثم يلغى الهدف، ثم تسجل ثم يلغى الهدف 3 مرات، انا اعتقد ان عزائمك سوف تضعف، ويعني نفسك سوف يعني بشكل كبير سوف ينقص، ويعني راح تواجه مشاكل كبيره. طيب بالمناسبه مشاهدينا الكرام، احنا نستقبل كافه الاتصالات وكافه التهاني والتبريكات للمنتخب السعودي وفوزه على الارجنتين في كاس العالم. طيب يا ابو صقر، اعتقد اني اعطينا المباراه حقها، ولو تكلمنا الى نهايه الحلقه ما راح نعطيها حقها انا عارف، ولكن يعني اذا عندك شيء نضيفه قبل ان ننتقل للمباراه الاخرى في كاس العالم. والله يا اخي احنا نبارك، نعيد ونكرر نبارك للامه السعوديه، ونؤكد بان هذا الفوز فوز للامه العربيه الاسلاميه جميعا، والف الف مبروك ان شاء الله، وعقبال الدول العربيه ان شاء الله يفوزون ونفرح بهم جميعا. عبد الرحمن، خلينا ننتقل الى المباراه الثانيه، مباراه تابعت اكيد مباراه هولندا. نعم، كانت يعني مباراه جميله جدا، انتهت 2-0. كيف لقيت المباراه واجواء المباراه؟ والله هي منتخب السنغال كان متوقع انه سوف يكون ند صعب لمنتخب هولندا، كون منتخب هولندا يعني وان امتلك النجوم الكبار الا انه دائما هناك حلقه مفقوده وناقصه، وانا اعتقد ان الحلقه هذه هي في خط الهجوم، كون ما عندهم مهاجم سفاح. اخر مهاجم سفاح يعني كان عند منتخب هولندا، عندك ارين روبن، عندك فان بيرسي، هؤلاء المهاجمين كانوا يعني يعتبرون من افضل المهاجمين على مستوى العالم، الا ان الفتره الحاليه لا تجد المهاجم الصريح الذي يعني يشفي الغليل ويعني ينهي الهجمه بشكل ينتبه. يعني انا اعتقد خط الدفاع ممتاز، خط الوسط يعني نوعا ما جيد الى ممتاز، ولكن خط الهجوم يعني لا اعتقد انه فيه هؤلاء النجوم الكبار، فبالتالي منتخب هولندا منتخب قوي جدا، ولكن السنغال لعبت ببساله كبيره جدا في الشوط الاول، ولكن باخطاء من الحارس السنغالي مندي الذي يحرس فريق تشيلسي. اعتقد انه هذه الاخطاء هي التي ادت الى خساره المنتخب السنغالي وفوز المنتخب الهولندي. انا اعتقد ان الهدف الثاني اصلا جاء بعد يعني انتهاء الوقت وفي الوقت الاضافي، وبالتالي هي الهدف الاول الذي جاء في مرمى السنغال هو كان نقطه تحول المباراه في اخر الدقائق. طيب حدثني عن المباراه التي كانت محط انظار الجميع، والتي خيبت آمال كثير من المشجعين العرب والقطريين، مباراة منتخب قطر أمام الإكوادور. والله يا أخي أبلوا بلاء حسن الأخوة اللعيبة في قطر، ويعني حظا أوفر نقول إن شاء الله لعيبة المنتخب القطري. يعني المباراة أجمل ما فيها واللي خرجنا منه هو البداية يا عبد الرحمن. نعم. لو تلاحظ أن البداية كانت فريدة من نوعها، جميلة، يتابعك العالم كله، وتستفتح بآيات من القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كانت هذه ترى محطة يراها الجميع حول العالم، وأسلم من خلال يعني هذه الاستفتاحية الكثير واعتنقوا الإسلام. والله أعلم، بس ما أدري عن صحة المعلومة هذه. يقولون المذيع اللي كان مع الشاب القطري أنه اعتنق الإسلام، بس أنا يعني المعلومة هذه أنا سمعت هذه المعلومة أيضا، ولكن ما أعتقد هناك مصدر أكد هذه المعلومة. الممثل الأمريكي إيمان مورغان هو ممثل أمريكي يعني قديم، ولكن وإن لم يعتنق الإسلام وإن كانت هذه إشاعة، إلا أن قطر كما ذكرت يا أبو صقر ضربت أروع الأمثلة في العزة والافتخار بهذا الدين العظيم، أن تستفتح هذا المونديال بالآية التي المفروض هي تكون عنوان لجميع المحافل التي تقدم للعجم وللأجانب ولمن أصحاب الديانات الأخرى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. المغزى الوحيدة من هذا التفرقة هي لتعارفوا، ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا كان صراحة أجمل شيء حدث في المونديال هذه السنة. طيب حدثني عبد الرحمن عن إنجلترا وإيران، مباراة يعني انتهت بنتيجة كبيرة جدا. والله ما ادري ايش اقول لك صراحه. انا اعتقد ان المنتخب الايراني تركيزه ليس مصب ابدا على كاس العالم. انا ما ادري كيف هذا المنتخب تاهل اصلا لكاس العالم، ما تاهل الا لضعف الخصوم، والا منتخب ايران
هو كمنتخب يعتبر من اقوى المنتخبات العربيه ان لم يكن اقواها، ولكن هذه السنه تحديدا يعني يواجه مشاكل كبيره مع حكومه ايران والاتحاد الايراني لكره القدم، لدرجه انه المنتخب الايراني رفض لعيبه المنتخب الايراني رفضوا تهديد النشيد الوطني لايران. فبالتالي منتخب مثل هذا يعني يعيش تخبطات كبيره على صعيد الاستقرار الذهني والبدني، يعني صعب جدا ان تجد تركيزهم مصب داخل ارضيه الملعب. فبالتالي وجدنا هذه النتيجه منعكسه على ارض الملعب، فوز تاريخي كبير لانجلترا. وزي ما تقول انجلترا يعني وضعت القدم الاولى في كأس العالم بخطوة ثابتة واضحة ورسالة يعني كبيرة للجميع انه ترى هذه السنة لن تكون مثل باقي السنوات. انجلترا هذه السنة سوف تكون مرعبة للخصوم، سوف تكون هي المسيطرة على المباريات، سوف تكون الند الاصعب على كافة الاصعدة. يعني انا اعتقد ما شفت منتخب في جميع مجموعات كأس العالم يمتلك فريقين اثنين على كافة الخطوط مثل انجلترا. ممكن تجد يعني بدرجة أخرى البرازيل وإنجلترا يا أبو صقر، أعتقد أنهم هم المنتخبين الأقوى في كأس العالم. يعني تنوع الخطوط وتنوع الأسماء وتشكيلة أساسية داخل الملعب وخارج الملعب يعني بشكل مخيف جدا لجميع الأفرقة. أما الفرق الأخرى تجد أنه والله نجمين ثلاثة في خانة واحدة، ثم تجد نجم واحد ونص نجم في الدكة. أما باقي الأفرقة عفوا الأرجنتين عفوا البرازيل وإنجلترا يعني منتخبين كبيرين، وأنا أعتقد أنه أحدهما سوف يكون بلا شك طرفا في نهائي كأس العالم. طيب حدثني يا أبو صقر عن أجمل مباراة بوجهة نظري حتى الآن، مباراة ويلز وأمريكا التي كانت البارحة وانتهت 1-1. أنا أعتقد أن هذه المباراة تحديدا هي من أجمل المباريات في كأس العالم، كونها يعني كان فيها صراع كبير بين الطرفين. طبعا بعد مباراة السعودية والأرجنتين أكيد ما في هذا كان كلامي قبل مباراة السعودية والأرجنتين، لكن الآن السعودية والأرجنتين هي المباراة الأولى طبعا في وجهة نظري. والله يا أخي المباراة كانت قوية صراحة، مباراة قوية جدا، يعني انتهت 1-1. ويعني اللعب كان سريع لو تلاحظ. صحيح. سريع، مرتدات من هنا، مرتدة من هنا، مرتدة من هنا. المباراة كانت يعني 90 دقيقة ما شعرت فيها بالملل، يعني تشد أعصابك. 90 دقيقة لو تلاحظ تشد أعصابك. ولو تلاحظ يعني اللاعب جاريث بيل تشعر وكأنه كان يلعب بخبرته. صحيح. ثقله في الملعب. والله يا أخي أنا صراحة يعني بالتالي اللعب هذا، ولا أنت إيش وجهة نظرك يا عبد الرحمن؟ والله أنا صراحة أشوف إنه المباراة كانت حرب سجال بين الطرفين، خصوصا المنتخب الويلزي يعني حول المباراة إلى يعني مباراة بدنية من الطراز الرفيع وضغط المنتخب الأمريكي. أنا أعتقد كجودة المنتخب الأمريكي هذه النسخة يتفوق قليلا على المنتخب الويلزي، وبينهما تقارب كبير في المستويات، إلا أنه هذا الفارق الفني الذي بينهما ويعني قضى عليه تماما المنتخب الويلزي بالأداء الرجولي لفريق المنتخب. أتحدث أنا عن كافة عناصر المنتخب الويلزي ومن ضمنهم الأسطورة. أنا أعتقد أن الأسطورة الويلزي لمنتخب ويلز ما في شك أنه جاريث بيل يعتبر من أبرز الأسماء، لم يكن الأبرز وأفضل لاعب في تاريخ منتخب ويلز وفي تاريخ الويلزيين قاطبة. جاريث بيل الذي نفذ ركلة جزاء بكل ثقة وبكل يعني احترافية كبيرة جدا لكي يعني يعلن للعالم أنه ترى المنتخب الويلزي سوف يكون أيضا له كلمة في كأس العالم. طيب لدينا اليوم مباراة يا أبو صقر تجمع ما بين تونس الدنمارك، ومن ثم بعدها لدينا مباراة فرنسا وأستراليا. طيب توقعاتك للمباراتين القادمة؟ والله يا عبد الرحمن أنا يعني مع الأسف الشديد أنا أقول كأس العالم خسر لاعب كبير. كأس العالم خسر لاعب كبير جدا، وأنا يعني كنت من داعمين لفرنسا بسبب هذا اللاعب، هو غياب اللاعب كريم بنزيما أبو إبراهيم عن المونديال لهذه السنة. أنا أقول آسف لكأس العالم،
عن غياب هذا الأسطورة الكبير جدا. أنا والله ترى يعني ما تابعت فرنسا إلا من حبي لهذا الرجل الكبير جدا، فعندما سمعت خبر غيابه تأثرت داخليا. عجيب. تأثرت، والله أعلم وأحكم سيتم سحب الدعم من فرنسا والانتقال إلى منتخب آخر. لكن احنا كل الدعاء والتوفيق إن شاء الله للمنتخب التونسي إن شاء الله بتحقيق الفوز لهذا اليوم. وتوقعات إن شاء الله فوز تونسي إن شاء الله في هذه المباراة. لكن إيش توقعك أنت لمباراة فرنسا؟ والله أنا أعتقد أن مباراة السعودية هي يعني أرسلت رسالة كبيرة لجميع المنتخبات العربية أنه هناك أمل، لا تستسلموا. عندما يكون ذهن اللاعب حاضر أرضية الملعب وتكون عقلية اللاعب هي 11 ضد 11 كما قال الكابتن الكبير علي البلاهي لا شيء مستحيل. أعتقد أيضا أن تونس سوف يؤدي أداء رجولي في مباراة اليوم، ولا شك أن فرنسا سوف تكون يعني مباراة سهلة لها، إلا إذا اتخذها الفرنسيون كما اتخذها الارجنتينيون مباراة سهلة عليهم، وبالتالي سوف يواجهون صعوبة. أبو صقر أشكر لك على هذا الإبداع وعلى تقديم هذه الحلقة الرائعة الاستثنائية التي بسبب فوز المنتخب السعودي لكأس العالم ألغينا فقرة حول العالم. أشكرك من جديد أبو صقر. الشكر لك عبد الرحمن، والشكر لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. ألف مبروك، نعيد ونكرر ألف مبروك للمنتخب السعودي الفوز الجميل، ويسأل الله عز وجل أن يدوم وأن يديم الأفراح على هذا المنتخب الوطني الجميل. نعم. طيب مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. كما ذكر أخي أبو صقر، ألف مبارك للمنتخب السعودي، وبالتوفيق لكافة المنتخبات العربية في كأس العالم. إلى الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت ننتظركم بإذن الله في حلقة جديدة من ساعة الشباب. إلى هنا، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.